عنده غلا ومتضايق منه اعتبرها تجربة، اللي عنده مرض وتعبان منه اعتبرها ضيقة، اللي الدنيا مضيقة في وشه ولا أهله تعبينه ولا أولاده مضايقينه ولا عنده أي ضيق اعتبرها ضيقة هتحتملها من أجل ربنا. لازم نثبت، عشان الشيطان عايز يأذينا، عايز ياخدنا في الصف بتاعه، عايز يضيع علينا فرصة الحياة الأولى دي عشان ما نختارش ربنا، عشان يبقى في الآخر مصيرنا معاه. وربنا بيقول لا، أنا مديكوا نعمة، أنا واقف معاكم، أنا هقصر تلك الأيام من أجل المختارين، أنا ههون الأيام دي على المختارين، اللي عايز يعيش معايا واللي عايز يمشي معايا واللي عايز يختارني واللي عايز ينكر نفسه واللي عايز يبقى ليا تلميذ واللي عايز يحمل معايا الصليب. أنا هقصر الأيام الوحشة من أجله، أنا هحميه، أنا هسنده، أنا هدافع عنه، أنا هحصنه ضد إبليس وأعمال إبليس. فولا أوبئة هتحوق ولا حروب ولا مجاعات ولا زلازل ولا حد يقوم عليكم ولا مملكة تقوم عليكم ولا أي حاجة هتأذيكم. إن اتفقوا عليكم وتشاوروا عليكم وسلموكم وافتروا عليكم وحكموا عليكم برضو هسندكم. أدي بولس الرسول دخل السجن قد إيه وأنا حفظته عشان يكتب لكم الرسائل دي ويكرز ويبشر في الدنيا كلها ويسيب كلامه كرازة لينا وبشارة لينا عشان نختار المسيح ونمشي مع المسيح. محدش قدر عليه. بطرس الرسول، القديس يوحنا، القديس توما، القديس متى، القديس اندراوس، القديس يعقوب، القديس برسلوماوس، كلهم محدش قدر عليه.